لطشوا عملوا كده بس، لكن ما قتلوش. اتفضل. قتلوا ميليشيات جماعة الإخوان، قتلت مع سبق الإصرار والترصد الشهيد الحي حسين أبو ضيف. أنا مش من المنطقي ولا المقبول إن يتم الربط. أنا أفهم من الربط ما بين محاكمة المعزول مرسي والمطالبة بإعدامه وبين محاكمة المخلوع مبارك والمطالبة بإعدامه على جرائمه بحق الوطن، مش إننا نبرأ بيها قيادات جماعة الإخوان المتورطين في القتل والعنف. احنا بنقول ان احنا كنا امام ميليشيات ارهابيه بتهدر دماء المصريين وبتقتل منهم وبتواجه. يعني عندما يتحدث وجدي غنيمه يقول على الشعب المصري اللي هيخرج على الشرعيه يستحق القتل، اما كافر هقتلك واما باغي هقتلك. جماعه ارهابيه كانت بتكفر الشعب المصري وكانت بتواجه الشعب المصري وبترفع عليه السلاح وبتسعى لاسقاط الدوله في سبيل حفاظها على الكرسي والسلطه. انت تحدثت جماعه الاخوان شريكه في افشال ثوره 25 يناير وفي ضياع مكتسباتها وفي تشويهها وفي ضياع حق التظاهر السلمي. خلينا نديله اتفضل. لو سمحت سيبنا